بالفيديو شاهد ماذا قال أساطير كرة القدم ومحللي القنوات العالمية بعد فوز المنتخب الجزائري على الأردن، وبنسبة كبيرة ضمان التأهل. ولكن قبل أن نبدأ، إذا كنت فخور بالمنتخب الجزائري فيرجى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. بعد فوز الجزائر الرائع على منتخب الأردن والتأهل بنسبة كبيرة، أظهر المنتخب الجزائري أداء خرافيا وأثبت أنه من أقوى المنتخبات في البطولة. انتصار لم يكن عاديا، بل كان انتصارا للتكتيك ولروح قتالية عالية جعلت كل من شكك في قدرة الجزائر يصمت تماما. فالمنتخب الجزائري قدم مباراة كبيرة في كل الخطوط، وأثبت أنه يستحق التواجد بين الأربعة الكبار بجدارة. لكن ما أدهش الإعلام والعالم لم يكن فقط الفوز، بل التصريحات النارية التي خرج بها كبار نجوم وأساطير كرة القدم العالمية الذين لم يخفوا إعجابهم الكبير بأداء الجزائر، حيث صرح الأسطورة كريستيانو رونالدو لقناة سبورت تيفي البرتغالية وقال: لقد شاهدت مباراة الجزائر أمام الأردن، والحقيقة أنني أعجبت كثيرا بالمنتخب الجزائري، فهو يمتلك فريقا متكاملا يلعب بعقلية احترافية عالية، وهذا المنتخب يشرف إفريقيا كلها، ولا أستبعد رؤيتهم في المربع الذهبي في النهاية. وصرح أيضا الأسطورة زين الدين زيدان لقناة كانال بلاس الفرنسية وقال: بلادي الثانية الجزائر الآن من بين أقوى المنتخبات على الساحة. أعجبني انسجام اللاعبين وهدوءهم تحت الضغط، طريقة لعبهم تشبه المنتخبات الأوروبية الكبيرة، يستحقون كل الثناء والدعم، وأتمنى التوفيق لابني لوكا زيدان. وكذلك المحلل والأسطورة محمد أبو تريكة صرح عبر قنوات بي إن سبورت وقال: هذا هو منتخب الجزائر الذي ننتظره، قوة وتركيز وثقة في النفس وتكتيك عال. فالانتصار على الأردن لم يكن صدفة، بل نتيجة عمل كبير من المدرب واللاعبين، وهذا منتخب يستطيع أن يذهب بعيدا في هذه البطولة، وأتمنى لهم التوفيق في المباراة الحاسمة ضد النمسا. كما صرح أيضا إنيستا وقال: رغم أنني إسباني، إلا أنني لا أستطيع إلا أن أشيد بما قدمه المنتخب الجزائري. لقد لعبوا أمام الأردن بثقة كبيرة وبأداء يحترم، منتخب منظم منضبط ويستحق التأهل. الفوز كان مستحقا عن جدارة. وصرح كذلك مدرب الأردن المغربي السلامي قائلا: أنا أحترم الجزائر حيث يثبت أنه سيد الكرة الإفريقية حاليا. المباراة كانت قوية، لكن ذكاء وتكتيك الجزائر صنع الفارق. لعبوا بتركيز وثقة، وهذا يحسب لهم، فنحن أمام منتخب جاهز للذهاب بعيدا. أما كيليان مبابي فقد كتب في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر وقال: هنيئا للجزائر على هذا الأداء الرائع. كنت أشاهد المباراة بانبهار، فريق يلعب بجماعية وقوة أسلوبهم يليق بكبار المنتخبات العالمية، وأتمنى لهم التوفيق في باقي المشوار. تصريحات الأساطير هذه تؤكد أن ما يقدمه الجزائر في هذه النسخة من كأس العالم ليس بالصدفة، بل نتيجة عمل طويل ورؤية واضحة، والقادم سيكون أعظم.